في أن هذا اليوم يوم فاصل، أن التجاذبات التي كانت قبله ينبغي أن يوضع لها حد، وأن نتجه إلى المستقبل، لأننا جميعا مهددون. الثورة مهددة، والوحدة الوطنية مهددة، والسلام مهدد، والاقتصاد مهدد. ولذلك إذا أردنا أن نقاوم الإرهاب، والإرهاب ممكن مقاومته، وانتصرت عليه الجزائر وانتصرت عليه دول كثيرة، سننتصر على هذا الإرهاب. ولكن شرط النصر هو وحدة وطنية، هو صف موحد، هو اتجاه نحو البناء ونحو التعمير ونحو التنمية ونحو التربية الوطنية والتربية الدينية الصحيحة، ونشر التدين الصحيح، ومقاومة كل الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ولادة وإعادة إنتاج هذه الظاهرة. نحن لن نستسلم، شعبنا لن يستسلم، سيقاوم كما قاوم الاستعمار. الإرهاب هو شكل من أشكال الاستعمار، شكل من أشكال التسلط، شكل من أشكال الدكتاتورية، لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالإنسانية ولا بالوطنية. شعبنا عرف في التاريخ القديم والحديث كيف في لحظات الشدة يقف موقف الرجل الواحد، موقف الكيان الواحد في مواجهة هذا الخطر الداهم. ولذلك نحن دعونا إلى مسيرة وطنية اليوم. نحن دعونا كما دعا غيرنا إلى اجتماع في المجلس النيابي، مجلس الشعب، للتعبير عن إرادة واحدة. دعونا إلى إقامة مؤتمر في مواجهة هذه الآفة، ونحن نتعاون مع كل القوى السياسية والقوى الاجتماعية بدون تمييز بين هذا وذاك، لأننا في لحظة فارقة من تاريخنا، لحظة الوحدة الوطنية، لحظة الانتصار للثورة، وهذا هو محل الامتحان اليوم. شكرا لكم.